السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة آخر الأخبار. إن كنت من المشاهدين الجدد، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا. خبر عاجل: بعد تداول فيديو تحديد هوية شابين قام بسحب فتاة لسرقة حقيبتها بدال إبراهيم. أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس أنه قد تم فتح تحقيق على إثر تداول فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله قيام شابين على متن دراجة نارية بنواحي منطقة دال إبراهيم بسحب فتاة من أجل سرقة حقيبتها اليدوية، إن جرى عن سقوطها أضرار جسمانية. وحسب بيان لمجلس قضاء الجزائر، فقد تم فتح تحريات مكنت من تحديد هوية الفاعلين. يتعلق الأمر بالقاصر الذي تم توقيفه، وكذا المشتبه فيه البالغ الباقي في حالة فرار. وبتاريخ 4 سبتمبر 2025 تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية ليتم متابعة القاصر بناء على عريضة افتتاحية لقاضي الأحداث بجنحة السرقة بتوفر طرفين العنف والتعدد طبقا لأحكام المادة 353 من قانون العقوبات، وإحالة ملف المشتبه فيه الثاني البالغ أمام قاضي التحقيق بنفس التهمة لإصدار أمر. وبعد سماع الحدث عند الحضور الأول، أمر قاضي الأحداث بإيداعه رهن